اهلا بيكم كل متابعيني متابعين قناه كل يوم مع رشا العربي. تعالوا بقى النهارده نتكلم عن سنه رابعه واللي بيحصل في سنه رابعه. بصوا انا النهارده يعني انا اتاخرت شويه في الكتب علشان ما كنتش لاقيها. الناس اتاريها سحبت الكتب، المكتبات بتقولي بيسحبوا الكتب من شهر 8. طبعا 8 ما كناش لسه اصلا بدأنا دراسه، فما كانش في دماغي او ما كنتش اعرف المعلومه دي ان الكتب بتنزل بدري قوي كده وان الناس كمان بتسحبها بسرعه. في كتب جبتها وكتب ما عرفتش اجيبها. النهارده رحت مكتبه برضو كبيره والحمد لله لقيت بقيه الكتب، بس فاضل لي كتاب يعني لسه هجيبه. فحبيت بقى اوريكم ان يعني الكتب اللي احنا اللي انا جبتها النهارده اللي هي الكتب الخارجيه. طبعا المدرسين شرطين ان هم لازم يجيبوا كتب بتاعه 2025، تمام، ومش عايزين اي حاجه غيرها، وكتاب واحد هو الاضواء، مش عايزين اي نوع يعني اي اسم تاني ولا سلاح التلميذ ولا المعاصر ولا اي الكلام ده خالص، هو الاضواء هم اللي عايزين، تمام، بننفذ لهم اللي هم عايزينه. ده جزء من بقى من الطلبات اللي هم بيطلبوها يعني. المهم رحت لقيت الكتب، تمام. بصوا بقى الكتب عامله ازاي، تعالوا بقى اوريكم. وطبعا الناس اللي معانا في رابعه بتعاني زي كده، بيبقوا حاسين بيا دلوقتي، ما حاسين بيا دلوقتي وانا بتكلم كده عن المنهج عامل ازاي. ده يا جماعه ده دراسات اجتماعيه، حلو، تمام. الخريطه دي حاجه مهمه جدا طبعا اللي هي خريطه مصر. دي طبعا مهمه جدا في الدراسات، عشان لو في اطفال دلوقتي صغيرين بيسمعوني او حاجه، الخريطه دي لازم تحفظوها كويس جدا، وليها كذا عنصر لازم بتحفظوه وبتفهموه قبل ما تحفظوه. ده شيء اكيد وحاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، تمام. منهج سنه رابعه يعني انا طول الوقت كنت خايفه من سنه رابعه دي، ولما ابني بقى في سنه رابعه واحنا لسه طبعا اول الترم يعتبر برضو، عايزه اقول لكم المنهج طويل جدا، المنهج صعب. هو ما فيش حاجه صعبه على اللي بيذاكر، ده يعني دي مقوله انا دايما بقولها، ما فيش حاجه صعبه على اللي بيذاكر. بس بجد عقليه الاطفال خصوصا الجيل اللي هو ده، الجيل بتاع الاطفال ده يعني مش قادرين يستوعبوا الكلام ده كله. بجد صعب صعب يعني. لما انت تقعد ده رياضة، الكتاب التاني ده اللي هو رياضة. بصوا مليون، مليون والف، مئات الالاف، مش عارفة ايه، سيبكم من الكلام ده. الارقام ارقام مهولة مكتوبة بالانجلش معظمها. رياضة كده مكلكعة والله العظيم. انا فتحت الكتاب، انا عامة يعني انا يا جماعه والله انا بحب التعليم جدا. انا لو الناس القريبه مني عارفه ان انا خريجه اعلام والحمد لله شاطره وبشرح لاولادي شرح ممتاز يعني. بس عايزه اقول لكم انا طول الوقت وطول عمري مش الرياضه خالص، بس الرياضه دي مكلكعه والله. لو فتحت الكتاب اللي هو الخارجي ده مكلكعه.